يامان أحد أطفال الشوارع واللي دايما بيحاول يدافع عنهم ويحميهم من ظلم الناس. وعلى الجانب التاني بنشوف رويا مع رفيقتها تشاغلا وتوأمها ألاز الأزعر واللي بيساوي مشاكل بأي مطرح. وبنفس اللحظة بترن عليهم أمهم نسليهان مشان تطمن عليهم ولا تعرفوا إذا كانوا مناح ولا. ولما بتخلص حكي على التليفون بتسرح بينها وبين حالها فبتقول يا ترى ابني علي كمان هو كبر ولا لا، واللي واضح انه هو نفسه يامان. وعلى الجهة الثانية بنشوف ألاز هو سايق عربيته بسرعة جنونية رغم محاولات رويا انه توقفه لين بيوصل على حارة يامان، فبتطلع بالتالي رويا من السيارة وبتستفرغ بكاس قمامة لقيتها بالطريق، وهون بيشوفها يامان وبيقلها انه هذا شغله مو زبالة. ولما بيلاحظ يامان أزار عاري بنص الشارع بيضربه بوكس على وشه فبيفقد بالتالي الوعي وبيدخله للعربية. ولما بتقله رويا انها ما بتعرف تسوق بيضطر يوصلها للبيت، ومشان ما يحسوا عليهم اهلهم بتطلب منه شاغلة ورويا من يامان انه يحمله وياخذه على غرفته. ولما بتحاول البنات يدفعوا له مصاري مشان المعروف اللي سواه معهم فجأة بيختفي يامان من الغرفة وبيروح ليشرب ماء. بتشوف نسليهان وبترتعد من وجوده وبتسأل بنتها شاغلة عنه. كان بيسمعوا يامان على انها جابت واحد من الشارع وطلبت مساعدته وعن انه هو شخص متوحش. وبعدين راحت نسليهان وسألت يامان عن عيلته فما رد عليها، فراحت عطته كرتة وقالت له انها رئيسة جمعية اطفال واذا احتاج اي شي فيه يتصل فيها دغري. لكن يامان بيتعصب منها وبيقلها ما انتو على اساس مين حاميين، عم تحمونا من الشوارع ولا بتحموا الشوارع منا. ولما كان رح يمشي خبرته انها حابة تعطيه مقابل المعروف اللي سواه مع اولادها بشرط انه ما يستعملهم باشياء مو منيحة. فهون بيتعصب يامان وبيقلها بدل ما تنصحيني روحي انصحي ابنك الاول اللي عم يتعاطى مخدرات. وبتنصدم هون نسليهان من الحكي تبعه وسألته بعدها قديش بياخذ مصاري فقالها $1000. وهون بيكون يامان في قمة السعادة. وبعد ما بيمشي من البيت بتنهار نسليهان من البكي، ولما بيوصل على البيت بيصحي رفقاته وبيقولهم انه جبت $1000 مشان علاج أموت. وهون كلهم بيكونوا مبسوطين لدرجة انهم بيرقصوا من السعادة. وهون بيلاقي جسور مصاري بجيب السروال اللي عطاه له يامان واللي بالاساس بيكون لألاز، فبيفرح كتير. لكن يامان بيقول له هي المصاري مو من حقنا وبدي رجعها لاصحابها. ولما بيفيق ألاز من النوم بتتخانق مع أخته شاغلة من الموقف السخيف اللي سواه امبارح، وهو كل همه مين جرأ يضربه على وشه. وبعدين بتقله شاغلة انه بسببك امي رح تاخذني انا معك مشان تساوي تحليل مخدرات، الشي اللي بيخلي شاغلة كتير متوترة. لكن نسليهان بتصير تساوي التحليل رغم محاولات سرحان جوزها لإقناعها. لكن لما راحت تاخذ العينة من شاغلة لاحظت وجود تعنيف على ايديها، لكن شاغلة بتقلها انه بشرتها حساسة وهذا كل الموضوع، فبتمشيها امها نسليهان. لكن لما بيمشوا بيجي جدهم الكبير تبع العيلة وبياخذ من نسليهان بنته العينات وبيطلب من مساعده يساوي كل التحاليل اللازمة ويوصلها له بالأول. ولما بيطلع سرحان وولاده من الغرفة بيلومن على هالموقف اللي سووه قدام جدهم. وعلى الجانب الآخر بنشوف يامان مع رفقاته وهن بيمزحوا بالطريق. كانت رح تخبط جسور عربية ولسوء حظهم بتكون هديك العربية لألاز، فبينزل ألاز وبيقول ليامان يرجع له محفظته فبيعطيها إله كاملة، الشي اللي بيفاجئ ألاز وبيمنع يامان ألاز من انه يتضارب مع اخوانه. وبيكملوا طريقهم على المستشفى. ولما بيوصلوا المستشفى بيخبروا موظف الاستقبال انه موعد الحجز خلص وما عاد فيهم يسجلوا الا بعد شهر من هلا. وبهي اللحظة بيطلع الدكتور فبيحاولوا يفهموه انه أموت مريض وما فيه يستنى شهر، لكن الدكتور بينادي على امن وبيمسكهم. فبتيجي نسليهان لتهدي الوضع يامان وبتاخده على مكتبها وبتسأله على اللي صار، فبيحكي لها قصته. بيقولها انه كان بيشتغل عند واحد بحكم انه طفل شوارع الا انه كان يمنع عنه الاكل، وبيوم حاول أموت انه يعطيه اكل فمسك المعلم وقام ضربه لحد ما اصابه الشلل. ولا مرة اشتكى واحد منهم بيترجاها لانه هي املهم الاخير وبيعطيها المصاري. وبيطلب من نسليهان تخلي الدكتور يداوي أموت، فبتخبره انه هذا الدكتور نصاب لكن رح تساوي كل اللي بايدها حتى تداويه. ولما بيسمع يامان هذا الخبر بيفرح لدرجة انه يحضن نسليهان من الفرحة. وبعدين بتقوم نسليهان بفحوصات لأموت وبتغير الكرسي لواحد أحدث، الشي اللي بيضايق زوجها سرحان بحكم إنها بتصرف كل مصاريها ووقتها على أولاد الشوارع. وبيكمل كلامه وبيقلها إنه هدول مانن ولادي لحتى أعتني فيهم. وبتدخل عليها رفيقتها أما لارويا وبتقلها عمو على أساس عندك أب غني وزوج متفهم و3 أولاد حلوين. فبتقاطعها نسليهان وبتقول عندي 4، فبتتعصب شيبنام وبتقلها أنت دايما بتركزي على اللي راح منك أكثر من اللي موجود. بالجامعة بيحاول ألاز يصالح رويا على اللي
ساواه، لكن رويا بتقله انه بسببك كنا رح نموت. فهون بيقول لها آلاز انت السبب، لو كنت بتعرفي تسوقي ما كان صار شي. بتتعصب رويا وبتقله المتوحش اللي ساعدني أحسن منك ب1000 مرة، الشي اللي بيخلي آلاز يتعصب. فبيمشي لبيت يامان ومعه مجموعة من السرسجية، لكن لما بيوصل ما بيلاقي يامان بالبيت، فبيضرب بداله جسور وبيمشي. فبيروح جسور لينادي يامان، لكن آسي بتوقفه وبتقله انه هيك رح يضيعوا فرصة علاج أموت، لأنه لو عرف يامان ما رح يسكت ورح يروح يضربه على الأكيد، الشي اللي رح يخلي نسليهان أمه تبطل تساعدهم. وبتكمل حكي وبتقله إنه هو مجبر يسكت مشان أموت اللي كان طول الوقت بيبكي على الأرض. وبعدين بيرجع يامان وهو معه التلفزيون وبيسألهم ليش زعلانين، لكن بيخبوا عليه وبيقولوا إنهم متخانقوا على السرير اللي حابين يشتروه. وعلى بعد آخر وفي مؤتمر جمع تبرعات لأولاد الشارع بيجيبوا نسليهان لتلقي كلمة، فبتقول إنه في ولد سألها سؤال ولهلأ ما عرفت إجابته، قال لي مين بنحمي، ولهلأ ما عرفت الإجابة. فبتمشي من المؤتمر وهي زعلانة. وبالبيت ما هن عم يفطروا بتقلهم نسليهان إنه اليوم بيكون عيد ميلاد علي، لهيك لازم يحضروا المسا. فبيتعصب آلاز وبيقلها ليش هي السنة رح يحضر عيد ميلاده. وبننتقل لمكتب أشرف اللي بنشوفه هو ماسك صورة علي بحزن وزعل. وبالمستشفى بتقوم نسليهان جمع كل الدكاترة وبتشرح لهم حالة أموت. وعلى الجانب الثاني بتروح رويا لبيت يامان لتشكره بتعطيه الجاكيت تبعه، وبعدين بتقبل دعوة أمه مشان تشرب شاي وبيكونوا كتير مبسوطين مع بعض. وبعدين بيوصلها يامان وهون بتسأله عن السبب اللي خلى عيلته تتخلى عنه من هون في الشارع، وبيقول يامان ما بعرف. فبتقله لما تعرف قلي، لأنه أنا كمان ما بعرف ليش بابا تركني. وقبل ما تمشي بتطلب منه يعلمها السواقة فبيوافق. وبعدين بياخذ رفقاته ليروح على المستشفى، فبيستقبلهم سرحان جوزها لنسليهان وبيعطيهم ملف لتكلفة علاج أموت ويمنعهم يشوفوا نسليهان. صرخ يامان مشان تسمعوا نسليهان بيطلب منه أموت إنهم يمشوا، بيخبرهم إنه مش محتاج علاجهم ولا كرسيهم. فبيحملوا يامان وبيمشوا. ولما بيوصل يامان على البيت بيشوف علامات الضرب اللي على جسوره، ولما بيعرف المتسبب بيمشي على بيت آلاز رغم محاولات آسي تمنعه. وهن كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد ابنهم علي، الشي اللي كان ما بيطيقه لا شاغلة ولا آلاز. وبيقول آلاز لنسليهان إنه ما مهتم بعلي أصلا لأنه هو ميت، لكن بتقاطعه نسليهان وبتقول إنه هو مخطوف وما ميت. فبيقوم آلاز من الطاولة بيروح على غرفته، لكن بيلاقي إنه يامان مستنيه فبيضربوا يامان كتير. وبهذا الوقت بتكون نسليهان بغرفة علي وبتتذكر لما خطفوا علي قدامها. وعلى الجانب الآخر بنشوف إنه آلاز قدر يهرب من إيدين يامان، فبيلاحقوا يامان. وهون لاحظ الصورة الموجودة بالحيطة تبع غرفة وبيدرك إنه بالأساس بيكون ابن هديك العيلة. وبيقطع صدمته مجيء آلاز وهو حامل السكين وبيهاجمه، لكن بتصيب السكين نسليهان فبتوقع على الأرض. وبعدين بيهرب يامان من القصر وبيطلع صورة قديمة جيبه وهي نفسها اللي كانت بيتأكد يامان إنه نسليهان بتكون أمه. هيك بتخلص حلقتنا لليوم، وشكرا لكل دول شمال آسيا وشمال إفريقيا اللي بتابعني.